بونجور، كيفكن اليوم؟ 10 سنين نحن عم نحذر ومنحكي عالفاضي. 10 سنين منقولكن السوري صار خطر على اللبناني، السوري صار عبء على اللبناني، أعداد هائلة صاروا أكتر من اللبنانية، ولا حياة لمن تنادي، ما حدا عم يسمع. عم ياخدولنا بيوتنا، ما فيك تستأجر بيت، ما عم تلاقي بيت. اللبناني بده يستأجر بيت ما عم بيلاقي بيت، عم ياخدولنا ميتنا، عم ياخدولنا كهربتنا، عم ياخدولنا أشغالنا. ما عم نحكي شي، منحكي ما كأنه في شي. بيقولوا لك عنصرية. لا، من يومين طلع وزير الداخلية وبقول لك صار الوجود السوري خطر على اللبناني، على اللبنانية. بعد 12 سنة فاق وزير الداخلية، صح النوم. بيقولوا لك بالسجون صارت 50% مجرمين وسراقين سورية، وصار عم بتكلف الدولة أكل وشرب أكتر ما عم بيستفيدوا منه. لا، مبارح حادثة الدورة، بنت صاحب المعمل ماشية ضربت شخص على الموتوسيكل لبناني، نزل بيا صاحب المعمل، صار ملاسنة، استدعى اللي بيشتغلوا عنده سورية. 50 واحد سوري نزلوا من المعمل يوقفوا حده يدافعوا عنه. هذاك الشاب اللبناني ما أخدها على نفسه، راح جاب أصحابه اللبنانية وإجا. صار في ملاسنات، بيقولوا لك سحبوا سكاكين سورية، وصار في تلاسن وسبات. ولو ما إجا الجيش وتدخل والأمن الدولي كان صار في مجازر امبارح بالدورة، ورجعوا أخلوا المبنى بالليل لأنه صار في احتكام بالدورة ببرج حمود. طب وبعدين معكم؟ بعدين معكم الحدود الجيش مش عم يقدر يزبطها. طب وبعدين هيدي الدولة دولة ولا مش دولة؟ ما أنا نفهم. يعني صار الوجود السوري خطر علينا، ليه ما بتحلوا الموضوع؟ ليه ما بتعالجوا المشكلة؟ طب عشو لبنان؟ أنا السوري 2,5 مليون، وصار يمكن أكتر من اللبنانية بلبنان. يعني صرنا عم نفتش على اللبناني بلبنان صرنا. فهيدا الموضوع صار لازمه حل اليوم قبل بكرة. بتقلي ما بقى تفرق معنا، لا ولا غير سكروا لها مكتبها للأمم ببيروت. ما بقى بدنا هيدي الأمم هي اللي عم بتشجعهم وبتخليهم موجودين هون وعم تقويهم على اللبناني بهال100 دولار اللي عم تعطيهم إياها بالشهر. هيدا آخر كلام. نحن بلدنا غالي علينا وأهم من السوري وغيره، يروحوا يعملوا هيك ببلدهم. نحن بلدنا ما ناقصنا بقى بزيادة على الانفجار الاجتماعي والاقتصادي اللي عايشين فيه. صار اللبناني ميت من الجوع وبلداته كلها فاضية. خلصنا بقى، يروحوا يتضبضبوا يروحوا على بلادهم.